هو ايه حكاية المتحف المصري الكبير اللي كل الناس بتتكلم عنه، وليه واخد كل الضجة دي، وايه اللي هتستفاده مصر من المتحف ده؟ تعال نحكي القصة باختصار قوي من اول فكرة المشروع لحد لحظة الافتتاح اللي ابهرت العالم كله. يلا بينا. مساء الفل يا حلوين. يا ترى سمعت الفنانة شادية وهي بتقول يا صاحبة المكان يا أقوى من الزمان؟ أقوى من الزمان. وده بيخلينا أفكر قد إيه مصر مرت بظروف صعبة على مر التاريخ، لكن مع كل ده لسه واقفة ورافعة راسها. وفعلا بلاقيك يا مصر انتي، بلاقيك يا مصر انت يا حبيبتي زي ما انت، ومهما حصل لك ومهما شفتي برضو انتي. الضحكة الحلوة انت والحب الباين. دي حتة كده بس عشان بحب بلدي مصر. ونروح بقى لحكاية المتحف المصري الكبير. وأول حاجة لازم نعرفها إن الفكرة مش جديدة. لما قلت له نعمل المتحف قلت له فكرتي، قال لي وده هتعمله ازاي ده وهتجيب له فلوس منين؟ سنة 1992 بدأت الحكاية لما الدولة خصصت أرض عند الأهرامات عشان تعمل عليها متحف ضخم يليق بعظمة الحضارة المصرية. وفي سنة 2002 اتعملت مسابقة عالمية لاختيار التصميم وفازت بيها شركة إيرلندية، وبدأ البنى رسمي سنة 2005 وفضل شغال سنين طويلة بسبب التمويل الضعيف والظروف اللي مرت بيها البلد، لحد ما أخيرا المشروع اكتمل وبقى جاهز وفتح أبوابه للعالم. في ناس بقى بتقول ليه أصلا عملوا المتحف الكبير وهو ده وقته، وهل ظروف البلد تسمح، وكلام كتير طبعا انتوا عارفينه. بص يا سيدي، صحيح المتحف متكلف اكتر من مليار دولار، لكن هقول لك بعض الفوائد اللي هتعود على مصر من المتحف. بث الحفلة على التلفزيونات والنت لجميع دول العالم دخل للبلد فلوس كتير جدا. المتحف هيكون سبب كبير في تنشيط السياح، وده هيدخل برضه فلوس للبلد. هيوفر الاف فرص عمل سواء في المتحف نفسه او في الفنادق او الاماكن السياحية المختلفة، ورفع صورة مصر الحضارية والثقافية في العالم كله. يعني المتحف بيحافظ على الماضي وبيبني للمستقبل. طب المتحف ده عبارة عن ايه؟ المتحف مش صالة عرض للآثار وخلاص، ده مجمع كامل فيه قاعات ضخمة للعرض ومراكز ترميم عالمية للآثار وأماكن تعليمية ومحلات ومناطق مفتوحة للزوار. ده غير تصميمه المبهر. رحلة الزوار جوه المتحف بتبدأ من أقدم العصور لحد ما توصل لعصر الملك توت عنخ آمون في النهاية. أول ما تدخل المتحف أول حاجة هتشوفها تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني وزنه حوالي 83 طن. بعدها القارب الشمسي للملك خوفو، والكنوز الكاملة لتوت عنخ آمون من القناع الذهبي للعربيات والمجوهرات. كل ده مع إضاءة وتحكم حديث جدا بيخلي الرحلة مبهرة ومثيرة. مساحة المتحف كبيرة جدا، حوالي 120 فدان، وجواه أكتر من 100,000 قطعة أثرية، منهم تقريبا 5000 قطعة لتوت عنخ آمون لوحده، والأول مرة يتعرضوا كلهم في مكان واحد. ونيجي بقى لحفلة الافتتاح. الافتتاح طبعا كان مبهر، وكان رسالة سلام للعالم كله، رسالة عمرها آلاف السنين ومستمرة لحد دلوقتي. بنقول فيها ان ممكن كلنا بكل اختلافاتنا نتشارك في السلام والفن والإبداع، ونتشارك في حياة جميلة تساعد الجميع. وفي أول سطور الرسالة بنقول لهم مين هي مصر. العازفين في الحفل كانوا من كل ألوان البشر ومن كل مكان في الدنيا، تحت قيادة مايسترو مصري وألحان ملحن مصري ومغنية مصرية. المدعوين حوالي 79 بعثة رسمية من دول العالم، ومنهم ملوك ورؤساء. البث كان مباشر على النت والقنوات الفضائية، واتغطى من أكتر من 180 وسيلة إعلامية حول العالم. يعني مصر في اليوم ده كانت محط أنظار الكوكب كله. في الآخر اللي عايز أقوله إن المتحف المصري الكبير مش مجرد مبنى، ده هدية مصر للعالم كله، بوابة بيرجع منها التاريخ للحياة من جديد، وبتقول للعالم تعالى وشوف الحضارة اللي علمت الدنيا كلها، تعالى وشوف مصر اللي مذكورة في الكتب السماوية. ما تنساش بقى تشترك في القناة عشان تشوف الحلقات اللي جاية. يا صاحبة المكان يا أقوى من الزمان. وبتفرج على الحلقات اللي فاتت. سلام يا حلوين.